مبدئيا تحتاج انك تدخل على الرابط هذا اللي انا حاطه لكم الحين، وبعدها من تدخل على الرابط راح تفتح لك الصفحه هذه. في عندكم هني متطلبات، شوفوا نفسك انت مستوفي هذه الشروط ولا لا. بعدها في عندكم فوق املأ النموذج، انهم فاتحين الطلب. على فكره الفتره اللي طافت كان الطلب مغلق، ما تقدر تسوي نفس الطريقه هذه، وهذه مستحدثه جديده. فانت من تضغط عليها راح يطلع لك موقع ثاني او صفحه ثانيه راح اوضحها لكم شرح مفصل. شرح موقع سناب شات لتقديم طلب التحقق من نجمة سناب. مثل ما تشوفون هذه الطريقة الجديدة اللي حاليا متوفرة. طبعا للعلم مكتوب باللغة الإنجليزية، بس الصفحة هذه تدعم اللغة العربية. اللي تحتاجه أول شيء اسم المستخدم. شنو اسم المستخدم؟ اسم المستخدم اليوزر اللي تسجل فيه دخول على سناب. الاسم القانوني أي اسم موجود لك على أي إثبات شخصي، سواء شهادة ميلاد أو جواز سفر، لأن مستقبلا إذا تمت الموافقة راح يطلبون منك الإثبات هذا. الاسم المهني اسم الشهرة مالك، يعني شنو أنت مشتهر فيه في عالم التواصل الاجتماعي. مثلا أنا عبد الله العجمي. نجي تحت البريد الإلكتروني. البريد الإلكتروني المرتبط بحسابك بالسناب. وبالمناسبة لازم تتأكد أن معلوماتك على سناب مو باللون الأحمر، تم التحقق منها باللون الأسود. نجي تحت نسخة بريد إلكتروني، مو شيء أساسي، بس حط بريدك الإلكتروني ثاني مرة. الدولة، هني اختار الدولة اللي أنت فيها حاليا. الفئة أو فئة المحتوى، شنو أنت محتواك بالضبط أو شنو شغلك بالضبط. مثل ما تشوفون في خيارات كثيرة اختار منها، أنا اخترت مؤثر صانع محتوى. بعد عندنا الفئة الفرعية، شنو محتواك اللي أنت شغال عليه أو المحتوى الثاني الثانوي. أنا اخترت تكنولوجيا. بعد عندنا هني هذه شيء أساسي بعد، روابط وسائل التواصل الاجتماعي. يفضل أنك تحط روابط لك المنصات الثانية على السوشيال ميديا، يعني التيك توك، الانستغرام، اليوتيوب، تويتر، عشان تزيد نسبة توثيق حسابك. طبعا فقط اللي عليك تاخذ رابط حسابك على أي منصة ثانية، مثل ما قلت لكم تسوي له لصق بالمكان هذا. اللي تحت هذه اللي مكتوب عليها اختياري. إذا عندك أي مقالة مكتوبة بأي صحيفة أو أي لقاء صحفي اخذه وسوي له لصق بالمكان هذا. المربعين هذيلا راح يزيدون نسبة توثيق حسابك بنسبة كبيرة، خصوصا إذا كان عندك عدد كبير من المشتركين على المنصات الثانية. نجي هني تحت عند هذه مهمة جدا. اكتب أنت شنو بالضبط، شنو محتواك، شنو اللي تقدمه، ليش تبي علامة التحقق، هذا باختصار. طبعا نجي عند اللي تحت هذه أو هذا المكان. إذا أنت مثلا قاعد تقدم عن شخص ثاني قاعد تسعى له في التحقق أو تطلب له علامة التحقق، اكتب بياناتك هنا. حسابك أنت الأساسي اللي قاعد تطلب التحقق مالك خص، لا تعبي المكان هذا، حتى هذه لا تحط عليها صح. بعدها تضغط إرسال. طبعا أول ما تضغط إرسال راح يجيك رد على الإيميل بالشكل هذا، إنه يقول لك مثلا إحنا استلمنا الطلب مالك، قاعد نراجع بياناتك ونراجع الطلب، بنشوف إذا أنت مستحق للتوثيق راح تجيك رسالة ثانية فيها باقي البيانات وباقي الطلبات. إذا غير مستحق أكيد راح تجيك رسالة رفض.